طيب خلّيني أسأل حضرتك على حاجة دايمًا إحنا ما بناخدش ده بنسميه إيه، اقتباس والّا بنسميه إعادة الروح ل ل لح لمقتنياتنا القديمة؟ إحنا ممكن نقول عليه الاتنين، هو اقتباس وإعادة الروح وتوثيق، لإن مهم مش كل الناس بتجيب كُتب وتقرا أو إمم. تفتح الإنترنت وتقرا عن التراث، فأنا لقيت خصوصًا الجيل الجديد بقى اللي هو جيل ولادنا اللي بعيد خالص، مش عارفين يعني إيه ما بين النوبة وسيوة وتكلمهم مش مش عارفين فاهمين. الحاجات الحلوة اللي بالضبط، عندنا دي، فلمّا باجي أعمل معرض منتجات جديدة، المعرض بيبقى معرض متحفي، مش معرض الناس بتشوف حاجات وبس، لأ الناس بتشوف وبتقرا وبتتعلم، وبتطلع متعلمة وفاهمة أكتر الأبعاد بتاعة المكان اللي بيتم بتناوله يعني. فهو أنا أقدر أقول توثيق للتراث المصري وإعادة إحيائه من خلال بقى بيوتنا، بس بطريقة هادية بدل ما يبقى الموضوع مزعج و يعني قدماء المصريين مثلا لما بحط المخدات مش المفروض ان الاوضه تتحول لمعبد، أو والا هيبقى متحف، شيء طبعًا، هيبقى حاجه تقيله. فمجرد كده موتيفات خفيفه ظريفه يبقى الواحد قاعد جميل. كده معتز بحاجته بس. بكل الحاجات المصرية الحلوة اللي بالظبط. عندنا. دايمًا الحقيقة يعني باشوف اللي حضرتك بتعمليه ده مهم زي ما حضرتك بتقولي لأجيالنا الجديدة، لأن شوية القراية يعني في المنطقة دي بعيدة عنهم. للاسف. لكن كمان ده توثيق لمّا حضرتك بتطوفي العالم بتقدّمي ده في البلاد برّه، ما أعرفش حضرتك عملتِ أكتر من معرض يعني، بيبقى في بيشوفوا برضه حاجات ممكن يكونوا هم كمان متلخبطين في المقتنيات اللي عندنا، مش كده والّا إيه؟ طبعا يعني هي هنقدر نقول قدماء المصريين العالم كله يعرف. انت اول ما بتحط عظيم. موتيفه من قدماء فالحاجات المصريين اللي هي القديمة اللي هي اللوتس والحاجات بتاعة المعابد. بالظبط دي لا يختلف عليها، ما إمم. فيش بلد سافرتها بكولكشن قدماء المصريين حضرتك غير والناس عملتِ عارفه. فين وفين وفين؟ اي النوبه في كانت في فرنسا وفي باريس ولندن. النوبة بس. النوبه كانت في آه. باريس ولندن. القدماء المصريين كانت في روما، وعملت تور بقى فيها في امريكا في 4 ولايات مختلفه. جميل. فقدماء المصريين الناس كلها عارفاه، أكيد. بس مثلا لما عملت سيوه برضو في باريس ولندن الناس مش عارفين ايه واحد سيوه، فكانت حاجه حلوه. وانا تعمدت ان اول كولكشن تبقى حاجه الناس لما اعرضها بره مش متعودين عليها، يعني هم دايما رابطيننا بالفن الاسلامي او الفن المصري القديم، ما يعرفوش الحاجات. احنا عندنا كميه خبايا مش طبيعيه ما يعني. يعرفوش السيوي، لا السيناوي. لا خالص، العريشي النوبي. الفلاحين النوبة برضو ما إمم. يعرفوش الكلام ده، فكان مهم ان انا اقدم ده عشان الناس تعرف كم الثراء اللي احنا كده فيه. ثراء عظيم. انا ما شفتش بلد زي مصر في الثراء الله. التراثي والله. الحمد لله، الحمد لله، نعمة كبيرة.